تعرفوا فيروس بسيط بيجي كل شتاء اتسبب في وفاة أكتر من 50 مليون إنسان في العالم، والأغرب إن أغلبهم ما كانوش مرضى. النهاردة مش هنتكلم عن دور البرد، هنتكلم عن الأنفلونزا الحقيقية. أول حاجة كده نسأل نفسنا، يعني إيه أنفلونزا؟ الأنفلونزا مش نزلة برد تقيلة، الأنفلونزا عدوى فيروسية حادة بتهاجم الجهاز التنفسي، الأنف والحلق والرئة. سببها فيروس الأنفلونزا أو الإنفلونزا فيروس، أخطر نوعين على الإنسان A و B، وبتنتشر موسمياً. الفرق بينها وبين الزكام ممكن يضايقنا شوية، لكن الأنفلونزا بتنيمك في السرير. إزاي بقى الفيروس بيدخل لجسمنا؟ تخيل معايا حضرتك واحد عطس جنبك في المواصلات. اللي بيحصل إن قطيرات صغيرة جدا مليانة بالفيروس بتدخل أنفك أو فمك مع النفس وبتوصل لخلايا الجهاز التنفسي، وهنا بقى الفيروس بيعمل أخطر حركة. فيروس الأنفلونزا مش قوي لكنه ذكي، وعنده بروتين اسمه هيموجلوتينين يمسك في خلايا الرئة زي المفتاح والقفل، يدخل الخلية ويخطف مصنعها ويجبرها انها تنتج آلاف النسخ منه. ساعتها الخلية بتموت والفيروس بينتشر. ودي بقى الحركة الخطيرة اللي بيعملها الفيروس لما بيدخل جسمنا، واللي بيها بيسيطر على جسم الإنسان ويمتلكه. ساعتها بقى الجسم يبتدي يصرخ، حرارة بترتفع، تعب شديد جدا، آلام في العظم، وسعال أو الكحة. نيجي بقى للكحة، يا ترى هي عرض ولا سلاح؟ الكحة مش مشكلة في جسمنا، بالعكس دي محاولة من الجسم للإنقاذ. يعني إيه؟ الجسم عشان يطلع الفيروس ويتخلص من المخاط وينظف الرئة بيلجأ للكحة، لذلك كتم الكحة تماما بيضر أكتر ما بينفع. أما بالنسبة للأنفلونزا فهي مرض مش جديد علينا، دي مرض قديم جدا. سنة 1918 فيروس الأنفلونزا قتل ما بين 40 ل 50 مليون إنسان، يعني أكتر من اللي ماتوا في الحرب العالمية الأولى. والغريب إنها كانت بتقتل الشباب الأقوياء، وده كان بسبب رد فعل مناعي عنيف جدا، يعني بين قوسين نقدر نقول عاصفة مناعية. المناعة نفسها هي كانت سبب الموت. وفي حالات موثقة لشباب أصحاء دخلوا المستشفيات بسبب أنفلونزا موسمية عادية وما خرجوش، والسبب التهاب رئوي حاد، فشل في التنفس، تأخر العلاج أول 48 ساعة. طيب نعمل إيه؟ نعيش في رعب؟ لا، بس نعيش بوعي. قبل ما الفيروس يدخل نهتم بالآتي: 1. لقاح الأنفلونزا السنوي. 2. غسل الإيدين جيداً. 3. عدم لمس الوجه وخصوصاً وإحنا بره البيت. 4. استخدام الكمامة وقت الزحمة الشديدة. أما بقى لما الفيروس بيدخل الجسم بالفعل، خلينا عارفين إن أول 48 ساعة هم الفرق ما بين تعب أسبوع وما بين مشكلة كبيرة. ساعتها بنلجأ للمضادات الفيروسية وبوصف الطبيب، بنلتزم بالراحة التامة، بنكتر في شرب السوائل، وبناخد خافض للحرارة، وممنوع منعا باتا المضاد الحيوي من نفسك، وممنوع كمان الاستهانة بالأعراض الشديدة. وفي ملحوظة بما إننا جبنا سيرة المضاد الحيوي قاتل للبكتيريا مش للفيروسات، علشان كده ما بيجيبش نتيجة إيجابية مع الأنفلونزا، بالعكس ممكن يعمل نتيجة سلبية. امتى بقى أقول إن في خطر واروح للدكتور؟ لو شفت الحاجات دي ما استناش. رقم 1 صعوبة التنفس، 2 ألم في الصدر، 3 دوخة شديدة، 4 حرارة مش بتنزل. هنا بقى لازم أروح للاستشاري المتخصص. الأنفلونزا مش دايما قاتلة، بس الاستهانة بيها قاتل. فيروس صغير بس وعيك قدامه لازم يكون كبير. لو استفدت بالحلقة دي ابعتها لحد بتحبه، يمكن تكون سبب نجاته. عافانا الله وإياكم، أتمناكم بخير، تحياتي للجميع.